السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دردشة مع رشا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليه بيوتنا بقت مليانة بالتوتر والعصبية؟ تيجوا نرجع الهدوء لبيوتنا من تاني؟ تعالوا مع بعض نرجع الهدوء لبيوتنا من تاني بشوية حاجات بسيطة. تعالوا ننتصر على الشيطان اللي مخلي بيوتنا دايما قايد فيها المشاكل والخناقات. عشان بيوتنا ترجع هادية لازم نبدأ بنفسنا الأول. كل واحد يبدأ بنفسه. الزوج ينوي إن هو يهدي من نفسه شوية ويبطل عصبية، والزوجة نفس الحكاية تهدي من نفسها وتبطل عصبية. ولما الزوج والزوجة هيبقوا هاديين صدقوني ولادكم مش هيبقوا عصبيين. في بيوتنا أول حاجة لازم نبدأ بنفسنا. لازم كل أب ينوي كده من قبليها بيوم إن شاء الله أنا هبقى هادي، والزوجة نفس الحكاية. لما انتوا تقرروا انتوا الاتنين إن انتوا تبقوا هاديين وبلاش تقفوا لبعض على الواحدة، البيت هيبقى مليان بالهدوء والسكينة. ولادكم هيبقوا طالعين لا هيبقى عندهم عقد نفسية ولا هيبقى عندهم عنف ولا هيبقى عندهم أي مشاكل بإذن الله. لأن العصبية ديت بينتج عنها لما الأب بيكون عصبي والأم بتكون عصبية وولادهم بيشوفوهم كده أولادهم بيطلعوا عصبيين زيهم. بينتج عن ذلك بقى الأولاد لما يبقوا عصبيين تيجي الأولاد بقى تروح المدرسة يمسك صاحبه ويضربه ويتخانق معاه، والبنت تمسك زمايلها تتخانق معاهم وتعمل مشاكل. وتلاقي مشاكل جاية لك من بنتك ومن ابنك بسبب ايه؟ بسبب العنف اللي هما بقوا فيه. وده بينتج عن ايه؟ عن ان جو البيت مليان بالعصبية، وان البيت مليان بالعصبية والطاقة السلبية، ودي أثرت عليهم. فتعالوا نهدى شوية. تعالوا كده صلوا ركعتين وادعوا ربنا فيهم آخر الليل قبل ما تناموا. ادعي ربنا إن ربنا يرزقك هدوء الأعصاب، وإن ربنا يرزقك هدوء الأعصاب ويبعد عنكم المشاكل. صدقيني ربنا هيرزقكم فعلا هدوء الأعصاب، ومش هيبقى فيه الخناق والصريخ اللي ممتد في البيوت باستمرار. من جواكم كده إن انتم بكرة إن شاء الله هتبقوا هاديين ومش هتخلوا حاجة تعصبكم ولا تنرفزكم. حتى لو قابلتكم حاجة تعصبكم وتنرفزكم حاولوا تتمالكوا أعصابكم. تاني يوم أول حاجة خلي عندكم من جواكم شعور داخلي إن اليوم ده هيبقى مليان بالخير والسعادة والتفاؤل وكل حاجة حلوة وجميلة. بنقول أذكار الصباح، نقول الدعاء اللي علمه لنا سيدنا محمد: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. مطلوب بقى من الأم، وانتي ست الكل، يعني انتي الملكة في البيت، والملكة هي اللي بتخلي بيتها مليان بكل حاجة حلوة. صبح كده شغلي سورة البقرة في البيت، وشغلي بخور تكون كلكم بتحبوه. أول خطوة إن كل واحد يبدأ بنفسه، إن ينوي من جواه إن بكرة إن شاء الله أنا مش هتعصب، ولو قابلتني حاجة تعصبني أنا هحاول أتعامل معاها بهدوء بقدر المستطاع. ولو انت فعلا نويتوا من جواكم ان انتوا تعملوا كده فعلا ربنا هيرزقكم هدوء الاعصاب. دي اول حاجة. تاني حاجة ابحثوا وشوفوا سبب العصبية الزايدة اللي عندكم ديت ايه. هل هي نقص فيتامينات ولا هي توترات على حاجات بتحصل في البيت؟ لو هي نقص فيتامينات نشوف ايه الفيتامينات اللي ناقصانا ونظبطها، سواء كان في انيميا
سواء كان في نقص في فيتامين د، سواء كان في نقص في فيتامين ب، لأن نقص الفيتامينات دي في الجسم بيؤدي فعلا للعصبية. وممكن كمان نقص المغنيسيوم يؤدي للعصبية. تعطير المنزل بعد ما تنظمي بيتك، حطي عطر كده يخلي ريحة جو البيت ريحته حلوة، تخلي قوي في طاقتهم وهم جايين، سواء كان زوجك جاي من الشغل تعبان أو أولادك جايين من المدرسة، لما يخشوا كده يلاقوا البيت منظم وريحته حلوة، ده هيملى البيت بالطاقة الإيجابية، هيفرق في نفسيتهم قوي. رابع حاجة، أرجو من كل زوج وزوجة، كل أب وكل أم، خصصوا وقت تتجمعوا فيه. يعني يا ريت لو كل يوم يبقى فيه وجبة اتجمعوا فيها، بدل ما كل واحد يبقى بياكل لوحده، بيتغدى لوحده أو بيتعشى لوحده أو كده. لأ، خلوا فيه وجبة تتجمعوا فيها كلكم، أب والأم والأولاد. اعملوا قعدة حلوة، اعملوا القعدة الحلوة ديت يعني كل يوم نص ساعة أو ساعة، الأب يقعد فيها مع زوجته وأولاده، ياكلوا مع بعض أكلة حلوة، ويضحكوا مع بعض ويتكلموا مع بعض. بس بلاش تتكلموا في مشاكل. لما تتجمعوا النص ساعة دي أرجوكم كل واحد يركن المشاكل كده على جنب، خلوا النص ساعة دي تبقوا قاعدينها تستمتعوا فيها مع بعض، تبقى مليانة بالحب والكلمة الحلوة والدفء الأسري. هتفرق قوي في نفسيتكم كلكم، سواء كان الأب والأم والأولاد. ده كله هيعمل هدوء جوه البيت. تعملوا تجمع أسري، يبقى اليوم ده ثابت، سواء كان يوم خميس أو يوم جمعة، يبقى معروف إن يوم الجمعة كل يوم جمعة إحنا بنتجمع فيه، بنتجمع نضحك مع بعض، نلعب مع بعض، نخرج مع بعض، نقضي اليوم كامل مع بعض بدون خناق وبدون مشاكل، ومتفقين على كده. ده بيسيب ذكرى حلوة ويسيب انطباع جميل جوه كل نفس منكم. الأب لما يعمل كده، لما يخصص يوم في نهاية الأسبوع، سواء كان خميس أو جمعة، إحنا هنخرج مع بعض يا ولاد، حتى لو يعني بأقل التكاليف، أقرب جنينة، خرجوا تمشوا فيها، اتكلموا مع بعض، اضحكوا مع بعض، وخليها تبقى هدنة من المشاكل والخلافات. يبقى آخر الأسبوع دوت يوم الخميس أو يوم الجمعة عندنا هدنة من المشاكل والنقاش في أي مشكلة خالص. اليوم ده هيبقى يوم مليان بالفرحة والسعادة والحب والدفء، هيفرق قوي في طاقة كل حد فيكم وفي نفسية كل حد فيكم. عايزة أقول كمان لكل زوجة، لكل أم، لما يكون زوجك جاي من الشغل أو أولادك جايين من المدرسة، استقبليهم بابتسامة، استقبليهم استقبال كويس، يعني سلمي عليهم واحضنيهم وقولوا لهم وحشتوني، وابتسامة حلوة. ده هيخلي لو زوجك داخل عليكي معبي وناوي ان هو يعمل مشكلة، يعني لما يلاقيكي بتستقبليه بابتسامة وبتحضنيه وتقولي له وحشتني، صدقيني هيفرق في نفسيته قوي.
دي من الحاجات برضك اللي هتخلي يعني البيت يبقى مليان بالهدوء، وهتأثر في نفسيته ونفسية أولادك. رابع حاجة عايزاكي تعملي، يعني غيري في ترتيب البيت، غيري في نظام البيت. يعني حاولي تحركي الأشياء من أماكنها، يعني حركي الكرسي ده من هنا وحطيه الناحية التانية، حركي السرير من هنا الناحية التانية. عايزاكي أي حاجة ملهاش لازمة في البيت استغني عنها، عشان كتر الكركبة اللي بتبقى موجودة جوه البيت بتخلي البيت مليان بالطاقة السلبية. والطاقة السلبية لما تبقى موجودة جوه البيت بتخلي أفراد البيت يبقوا متعصبين، بيبقى فيه عصبية زايدة. فحاولي أي كركبة في بيتك استغني عنها. وعايزاكي بقى ترتبي البيت كده كأنك بترتبيه للعيد. شفتي انتي في العيد بتعملي ايه؟ بتغيري في أماكن الأشياء، بتجيبي السرير ده هنا والكنبة دي هنا والكراسي دي هنا ومش عارفة ايه. يعني حاولي تغيري من أماكن كل حاجة، بلاش الروتين اللي هو المعتاد. يعني بلاش إن زوجك يخش وأولادك عارفين إن السرير هنا وإن الكنبة دي هنا والكرسي ده هنا. بلاش، غيري غيري، لأن ده هيفرق كتير قوي في نفسيتكم. وحطي لمستك بقى الجميلة في كل حتة، في كل ركن في قلب البيت. عندك ستارة جديدة حطيها، عندك طقم سرير حلو جديد حطيه في غرفة النوم بتاعتك. ألوان الحيطان، يعني لو إمكانياتك تسمح غيري وادهني الشقة، وخلي زوجك وأولادك يشاركوك الموضوع دوت. وأنا أعرف ناس عملت فعلا الموضوع دوت. يعني كانوا زهقانين جدا من البيت كانوا زهقانين جدا من البيت، يعني من جو البيت وكده من كتر الروتين. فقرروا ان هم يجيبوا دهان للحيطان ويدهنوا هم الشقة بنفسهم. وكانوا عاملينه بمنتهى السعادة والمرح، وكانوا فرحانين جدا بالألوان اللي هم اختاروها وعملوها مع بعض. بيعمل جو برضك حلو في قلب البيت، روح التعاون في قلب البيت. او حتى لو انت معكيش ومش في استطاعتك ان انت تعملي موضوع تغيير الوان الحيطان، في حاجة اللي هي الاستيكرات اللي بيجيبوها ويعملوها على الحيطان. يعني هاتي اقل حاجة، يعني اقل نوع من الاستيكر اللي بتلزق على الحيطان دوت. لو حتى حيطة واحدة في الغرفة اللي انتوا بتقعدوا، اللي انتي حاطة فيها الشاشة اللي انتوا بتتجمعوا فيها، غيري فيها ولو حيطة واحدة من الحيطان، يعني الزقي عليها الاستيكر دوت. هيخلي منظر الغرفة، هيعمل اختلاف في الغرفة. ده هيفرق في نفسيتهم، هيديهم شعور بالسعادة والبهجة، وبالتالي هتخف الجو العصبية اللي في البيت، هيقل جو العصبية اللي في البيت. أي حاجة ولو بسيطة هتفرق أوي في جو البيت وتفرق في نفسيتهم جدا. التغيير بالتغيير في الأشياء اللي جوه البيت بيغير في نفسية الأفراد اللي جوه البيت. هتحسي حتى برضك، يعني زوجك لما يشوف كده هيقولك والله تصدقي يعني منظر البيت اختلف، حاسس ان في حاجه جديده. ممكن تكوني انت ما عملتيش حاجه جديده، يعني انت يا دوبك بس حركتي الكنبه من مكانها او الكرسي من مكانه، يعني ما عملتيش حاجه كبيره قوي، بس بتفرق صدقيني والله وعن تجربه. يعني ومن كل اب خلوا ما بينكم دايما كلمات طيبه. يعني يا ريت تشكروا بعض دايما وقدام اولادكم، واشكروا اولادكم.
يعني ما فيهاش حاجة لما الأب يجي يقول لابنه أو بنته أنا فخور بيك، أنا واثق فيك، أنا بحبك. والأم هكذا، والأم هكذا لما برضك تقول لابنها أو بنتها أنا فخورة بيك أو أنا سعيدة بيكي. ويا ريت الزوج يشكر زوجته على كل حاجة بتقدمها، يقول لها تسلم ايدك على كل حاجة عملتها لنا النهاردة، أنا متشكر على وقوفك جنبي. ويا ريت الزوج، يعني يا ريت الزوجة تقول لزوجها ربنا يبارك لنا فيك، انت سندنا، أنا سعيدة بوجودنا في حياة بعض. الحاجات دي كلها بتفرق في نفسية كل حد. يعني لما الزوجة تقول لزوجها كده أكيد يعني هتفرق في نفسيته. الزوج لما يقول لزوجته كده برضك هي هتحس إن هي سعيدة من جواها ومبسوطة جدا. أولادكم لما تقولوا لهم دايما كلمات مشجعة وكلمات طيبة هتخلوا نفسيتهم أحسن. هتلاقوا أولادكم يبقوا هادين، ما يجيش منهم مشاكل. يعني احنا بنشوف العنف اللي بيحصل بره بيبقى ناتج عن ايه؟ عن خلل جوه البيت، ناتج عنه ان بيخرج اولاد جواهم طاقة مش حلوة بيخرجوها في شكل العنف مع زمايلهم. اجعلوا بيوتكم دايما مليانة بالحب والدفء الأسري والسعادة. وآخر حاجة حابة أقولها لكم، استعينوا دايما بالله عز وجل. لما تلاقوا نفسكم عصبيين ومتوترين وعندكم مشاكل توضوا وصلوا وادعوا ربنا، قولوا لربنا على الحاجة اللي تعباكم، وادعوا ربنا ان ربنا يزحها عنكم. الأب لو انت عصبي ادعي ربنا في كل صلاة بتصليها ما بين الأذان والإقامة، قول يا رب ارزقني هدوء الأعصاب، يا رب اجعلني ما اتعصبش على أي حد. والزوجة ادعي ربنا وانت بتصلي، ربنا قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعا. ربنا يجعل بيوتكم كلها سعادة وفرحة وحب وإيمان وهدوء وسكينة، ويا رب أكون في التقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.